بسم الله الرحمن الرحيم. المرأة البحرينية كيان شامخ ومكانة عالية على مر التاريخ والأزمان. كانت ولا تزال صاحبة العمل الوطني الأصيل، وقفت لتقول للعالم أنا موجودة. فالدور الذي قامت به المرأة البحرينية سواء على الصعيد الاجتماعي أو التنموي أو التعليمي أو حتى السياسي مشهود له في صفحات تاريخ البحرين المضيئة التي كتبت فيها بالخط العريض إن المرأة البحرينية شريك أساسي فاعل في كل مجالات الحياة. وفي العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى أيده الله، أصبح للمرأة البحرينية مجلس أعلى برئاسة سيدة البحرين الأولى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المفدى، التي وقفت بجانب المرأة البحرينية وقدمت لها كل الدعم وعملت جاهدة على تحسين مستوى المرأة وتمكينها على أصعدة عدة. وأصبحت المرأة البحرينية تتمتع بمزايا الدولة الحديثة من خلال مشاركتها في اتخاذ قرارات الحقوق السياسية والمدنية. تمتلك المرأة القدرة على القيام بأدوار عملية متعددة في الحياة الاجتماعية، فقد لعبت المرأة في العالم على مر العصور أدواراً متعددة، منها ما احتل الصدارة وقيادة المجتمعات البشرية. وإن الشكل النهائي لأداء المرأة تقرره نظم المجتمع وما يفرضه عليها من أدوار. وفي العصر الحديث تؤدي المرأة دوراً فاعلاً في عملية التنمية المجتمعية، وذلك باعتبارها تشكل نصف المجتمع. وإذا نظرنا للوضع الحالي للمرأة العربية في المجتمع المعاصر، نجد أنها ما زالت تواصل العطاء البشري والبناء الاجتماعي. لقد استطاعت المرأة اليوم أن تكون محوراً أساسياً في مختلف القضايا المجتمعية، بل أصبحت جزءاً من أي قرار استراتيجي يخدم المسيرة التنموية. ما تحظى به المرأة في البحرين من دعم، سواء كان من الرجل وهو شريكها في المنزل أو من القيادة العليا في البلد على مستوى البلد. بسبب هذا الدعم الذي تحظى به لا أجد حقيقة هناك صعوبات تعرقل المرأة من النمو والازدهار والرقي في المجتمع البحريني. قد يكون هناك بعض العراقيل التي تنظر إليها بعض النساء بأنهم ما زالوا في قيد التطور، وما زالوا في قيد أن تعمل على نفسها كيف تخرج من منزلها من أجل المشاركة في العملية الاقتصادية في البلد. ولكن هذا طبعا بسبب كما وضحت بسبب دعم الرجل وبسبب دعم القيادة، ولله الحمد قد تجاوزنا الكثير من الدول على مستوى المنطقة. حققت المرأة البحرينية توافقاً بين أدوارها سواء داخل المنزل تجاه أسرتها ودورها كربة منزل، وبين دورها كعاملة، مما ساهم في تماسك الأسرة. كما أن العمل الخارجي يخدم المرأة ويجعلها أكثر تفهماً لدورها كزوجة تشارك في القرارات الأسرية. المرأة واقعا هي كزوجة وكشريكة وكمربية لأبنائها وكمعلمة لأبنائها وكممرضة ومضمدة لجراح أطفالها وأبنائها في الأوقات الحرجة. مع كل هذا الدور الآن المرأة خرجت إلى خارج المنزل من أجل واقعا الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في البحرين، ومن أجل المشاركة في المحافظة والدفع أيضا بالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك. إن مشاركة المرأة في العمل تؤدي إلى زيادة تقديرها لذاتها وإمكانياتها، كما أن اشتغال المرأة يؤدي إلى اكتسابها خبرات وتجارب قيمة تجعلها أكثر استجابة في عملية تحكيم العقل والتبصر عند دراسة الأمور المتعلقة بأسرتها. المرأة قد تبوأت الكثير من المناصب على مستوى البلد،
وليس على مستوى البلد واقعا، حتى على مستوى خارج البلد. يعني الآن المرأة أصبحت معلمة وطبيبة وقاضية ومحامية ووزيرة وسفيرة. أما على المستوى الخارجي أيضا النساء قد تميزن حتى في المسابقات الدولية في الرياضة على مستوى العالم، الآن على مستوى الأمم المتحدة. يعني المرأة تبوأت الكثير من المناصب على مستوى العالم، وهذا الحمد لله يعني نشكر الله على تميز المرأة البحرينية في جميع المحافل. ولا شك أن النظرة العادلة والمنصفة إلى وضع المرأة خاصة في مملكة البحرين تؤكد على أنها تقوم بأدوار عديدة، فهي الزوجة والشريك في تكوين واستمرار الأسرة، والأم للناشئة والمعلمة الأولى للأبناء، وهي الممرضة المخلصة في حالات الحاجة الصحية، وهي التي ترعى ميزانية الأسرة وتوفق بين الدخل والاحتياجات المنزلية، وهي منسقة العلاقات العامة للأسرة. هذه الأدوار كلها تمثل الإطار العام لحركة المرأة في المجتمع أيا كان وضعها ومكانتها فيه.